السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تالتة اعدادي، عاملين ايه يا ابطال؟ النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هراجع معاكم المسائل اكتر تكرارا في الامتحانات السابقة وفي النماذج وفي المحافظات، وكمان المحافظات اللي امتحنت قبل منا خلال الايام اللي فاتت المسائل ديت اكتر تكرارا في المحافظات. بيبقى فيه في المنهج كده بعض الافكار الرئيسية ان هي ممكن تتكرر في محافظة واتنين وتلاتة، فما تستغربش. ففي الفيديو ده انا هراجع معاك كم مسألة كده، دول يعتبروا من اهم المسائل اكتر تكرارا في المحافظات وفي النماذج وفي الامتحانات اللي الناس امتحنتها من كام يوم كده. فورقة وقلم وركز معايا في الكام برهان دولت، وحاول ما تخش الامتحان الا لما تكون فاهم الافكار دي. تعال نبدأ. اول سؤال معانا بيقول الف باء جيم دال شكله رباعي مرسوم داخل دائرة، زي ما انت شايف كده الف باء جيم دال ده شكله رباعي. تمام. لو احنا بصينا كده عاوزين نحدده بس قبل ما نبدأ شكل الرباع ده علشان ما يتوهش مننا. اهو الف باء جيم دال ده اسمه شكل ايه؟ شكل رباعي اهو. الشكل الرباعي ده مرسوم داخل الدائرة. هاء الف، ركز بقى معايا في اللي هقوله ده، هاء الف تمام وهاء باء ممثلان للدائرة عند الف وباء، والممثلان دول يا جماعة بيكونوا متساويين في الطول. وقياس زاوية ألف هاء باء ألف هاء باء 70، وقياس زاوية ألف دال جيم 125. اثبت إن ألف باء يساوي ألف جيم، إن ده هيساوي ده، يعني ده بيساوي ده. اثبت إن هما متساويين، ده بيساوي ده. ده أول حاجة، يعني معنى ذلك إن المثلث ده متساوي الساقين. ده المطلوب الأول. المطلوب التاني اثبت إن ألف جيم مماس للدائرة المرة بالرؤوس ألف وباء وإيه وهاء. تعال نبدأ كده البرهان بتاعنا. واول حاجه هنبدا بيها من المساله من هنا. حاول تجيب الحل بتاعك من المساله من هنا. فنقول ادي البرهان واحده واحده، وخلي البرهان بتاعك منظم. نقول بما ان هاء الف وهاء باء ممسان للدائره تمام عند الف وباء، ايه اللي انا هستفاده؟ هقول له اذا هاء الف بيساوي هاء باء، وبرضه ايه اللي هيترتب على كده؟ اذا وفي فاصلة كده قبل ما نكمل بالمرة عشان هنحتاجها. نقول فاصلة هنا كده، فاصل، وقياس زاوية هاء بتساوي 70 عشان ده هيساعدنا في الحل دلوقتي. اذا قياس زاوية هاء ألف باء تساوي قياس زاوية هاء باء ألف، ركزت معايا، هيساوي 180 ناقص 70 على الاتنين. طب 180 ناقص 70 110، 110 على الاتنين هيديني 55. يعني الزاوية دي بتساوي الزاوية دي كل منها يا جماعة 55. ده 55 وديت 55، وركز معايا. طيب بعد كده هنسمي هنا الخطوة ديت رقم 1. خلاص مفيش أي مشكلة. الخطوة التانية بقى هنعمل ايه؟ هنقول هنا وبما أن اهو، بما أن كده قياس زاوية هاء ألف باء تساوي قياس زاوية جيم تساوي 55، وهنكتب بين أقواس هنا محيطية تساوي ممسية مشتركة في نفس القوس. اهو مشتركة في نفس القوس. حلو خالص. يبقى دي أيضا 55. طيب وإيه كمان؟ احنا طلعنا دي 55، انا عاوز اطلع دي كمان 55 من خلال الشكل الرباعي. فهنقول ايه؟ بما ان الشكل الف باء جيم دال رباعي دائري، الشكل ده رباعي دائري، يبقى اذا قياس زاوية الف باء جيم تساوي 180 ناقص 125 هتطلع 55، وده سماها رقم 2. خدت بالك ان دي برضه بقت 55؟ طيب يبقى من 1 و2 انت عندك الزاوية دي 55 ده 55، يبقى اذا الف باء هيساوي الف ج. الف باء هيساوي ايه؟ هيساوي الف ج. يبقى انا هنا في الشكل ده لقيت الزاوية دي زي الزاوية دي، يبقى الضلع ده بيساوي الضلع ده. ده المطلوب الاول اللي هو ده. المطلوب التاني بيقول لي ايه بقى؟ اثبت ان الف ج، فين يا جماعة الف ج؟ الف ج اللي هو ده. تعال نحدده بلون مختلف.
ألف جيم اللي هو ده كده. لا هنطلع لك لون تاني اهو. ألف جيم ده ماله؟ عاوزين نسبة مماس المر بالرؤوس ألف وباء وهاء. بص معايا الزاوية دي 55 تمام، والزاوية هو هنا المفروض كده، والزاوية دي كمان 55. 55 و55 110، يبقى الزاوية ده 70. يبقى لو طلعت 70 ودي 70، يبقى هنا إذا ألف ج مماس للشكل ده. فهنكتب الكلام ده ازاي؟ بص بقى معايا كده، هنعمله بلون تاني اهوت. نقول هنا بما أن اهو، بما أن اهو كده، بما أن قياس زاوية باء ألف ج. بص معايا، احنا ممكن نعمل حاجة. هنقول هنا يا جماعة بما أن قياس زاوية باء ألف ج تساوي ايه بقى؟ هتساوي 180 ناقص 55 زائد 55. هتطلع كام هنا؟ لو حسبتها هتطلع معاك 70. يبقى الزاوية دي ب70 والزاوية دي ب70 برضه، وفاصلة وقياس زاوية هاء تساوي 70. إذا قياس زاوية باء ألف ج تساوي قياس زاوية هاء تساوي كام؟ 70. طالما هما الاتنين بيساوي بعض، يبقى إذا ألف ج مماس للدائرة المارة برؤوس مين بقى؟ ألف باء هاء. المثلث اهو ألف باء هاء، وده المطلوب إثباته في المطلوب التاني في المثال ده. طبعا مثال طويل بس مثال مهم جدا يا جماعة، حاول تذاكره كويس أكتر من مرة. الشكل التاني معانا يا جماعة بيقول لي هنا في الشكل المقابل قياس زاوية ألف باء هاء 100. ولاحظ معايا إن الزاوية دي زاوية خارجة عن الشكل الرباعي الدائري ألف باء ج د، دي زاوية خارجة دي تمام. وقياس زاوية ج ألف د 40. اثبت أن القوس ج د ده يساوي قياس القوس ألف د اللي هو ده كده. طبعا عشان القوس ده يساوي القوس ده، يبقى لازم الزاوية ديت تبقى زي الزاوية دي، يعني ده 40 لازم دي تطلع 40. طب هنعمل ازاي يا جماعة؟ ادي البرهان بتاعنا، وحاول دايما في اي مسألة برهان تحط الحاجات اللي في المسألة دي. يعني انا هعمل كده، هقول بما ان اهو قياس زاوية ألف باء هاء بتساوي كام درجة؟ 100. أنا بجيب من المسألة أهو، بجيبش من عندي، بتساوي 100. وأكتب جنبها كده خارجة عن الشكل الرباعي الدائري اسمه إيه بقى؟ ألف باء ج د. ده أول معلومة. هستفاد منها إيه؟ هقول إذا قياس زاوية ألف باء هاء تساوي قياس زاوية د تساوي 100 درجة، يعني دي 100، وده هنسميها الخطوة رقم 1. حلو خالص. فاصلة كده، وبما أن وناخد دي بما أن قياس زاوية ج ألف د بتساوي 40، ودي اسمها معطى، يعني حاجة في المسألة، يعني في المسألة اهي. يبقى إذا نعمل إذا إيه؟ هستفاد إيه؟ أنت عندك دي 40 ودي 100، تعرف تجيب ديت؟ أيوه. يبقى إذا قياس زاوية ألف ج د هتساوي 180 ناقص 40 زائد 100. 40 و100 140 180 فاضل كام؟ 40. يبقى ده طلعت 40، وده هنسميها رقم 2. طيب من 1 و2، إذا قياس زاوية د ألف ج تساوي قياس زاوية د ج ألف، كل واحدة فيهم هتساوي كام؟ 40. طالما الزوايا دي متساوية، يبقى إذا قياس القوس ج د يساوي قياس القوس ألف د، وده المطلوب إثباته. طبعا من أهم الأفكار الموجودة في المنهج الفكرة اللي قدامك. بعد كده المثال التالت معانا بيقول هنا في الشكل المقابل ج د مماس. خدت بالك إن ده كده ج د ده كله كده مماس من هنا ومن هنا طبعا تمام. وللدائرة م عند ج، وج د يوازي ألف باء،
وقياس زاوية ألف ميم باء، ألف ميم باء دي 120. اثبت إن جيم ألف باء متساوي الأضلاع. أدي البرهان. وتعالى نبدأ من أول، من إيه بقى اللي مكتوب؟ من أول الزاوية ديت زاوية بتساوي 120 درجة، فنقول بما أن قياس زاوية ألف ميم باء بتساوي 120 درجة مركزية. حلو خالص، يعني كده 120. تمام. إذا اللي هستفاده بقى إن قياس زاوية ألف جيم باء هتساوي نص في 120، هتساوي 60. واكتب هنا بالأقواس كده محيطية تساوي نص مركزية، مشتركة معاه في نفس الايه القوس. طيب دي أول حاجة، وهسمي الخطوة دي رقم واحد. هنوثقها كده رقم واحد، ويا ريت توضحها شوية. هي ادي رقم واحد. طيب لحد كده تمام، مفيش أي مشكلة. فاصل. يبقى أنا كده طلعت لك إن الزاوية ده ب60. نيجي بقى للتوازي نستفاد منه. نقول بما أن جيم دال يوازي ألف باء، يوازي يعني الاتنين دول متوازيان. لما يكون ده بيوازي ده، يبقى عندك القوس ده كله هيساوي القوس ده كله. تمام. ولو الأقواس دي القوس ده بيساوي القوس ده، يبقى الزاوية ديت هتساوي الزاوية دي كلها في المثلث. بما أن ج د يوازي أ باء، إذا قياس القوس المحصور اللي هو أ ج يساوي قياس القوس المحصور من الناحية التانية ج باء، هما الاتنين متساويين. يبقى إذا قياس زاوية ج أ باء يساوي قياس زاوية ج باء أ، هيساوي بقى كام؟ هيساوي 180 ناقص 60 ونقسمهم على الاتنين، يبقى هيطلع هنا 120 على الاتنين فيها 60. يبقى ده اهي ب60 وده اهي ب60، يبقى كل واحدة منهم بكام؟ 60. هنسميها رقم 2. يبقى كده دي رقم 2. لاحظت ان 60 60 60. ايوه، يبقى انا هقول كده من واحد، اهو من واحد واتنين. اذا قياس زاوية أ يساوي قياس زاوية باء يساوي قياس زاوية أ ج باء، التلاتة متساويين. إذا المثلث ج أ باء متساوي الأضلاع، وده المطلوب إثباته في الشكل اللي قدامنا. وصلنا بعد كده يا جماعة للسؤال الرابع اللي بيقول هنا برضو من الأسئلة المهمة. بما أن أو في الشكل المقابل أ د مماس. طبعا المماس عاوز أديك معلومة عنه كده، إن المماس دايما بيعمل مع نص القطر او القطر زاوية 90. يعني هنا هيكون ادي كده، دي زاوية دي كام كده؟ 90. ماشي. عند د وألف جيم يقطع الدائرة في نقطتين، نقطة جيم ونقطة ايه؟ باء. وعندك هنا هاء منتصف باء جيم، وقياس زاوية ديت 65. كل دي معلومات في المسألة. اوجد قياس زاوية د م هاء، د م هاء. طبعا المثال ده من اكتر الامثلة اللي بتتكرر. ناس شاطرين يقول يا مستر تمثال سهل، بس هقول لك دي فكرة أساسية بتتكرر في المنهج، فحاول تكتب البرهان بتاعها بشكل جيد. طب نبدأ البرهان من ايه؟ من أول مسألة هنا. طيب يعني نقول هنا بما أن أ د مماس للدائرة هنا عند م، أو عند د، آسف، دائرة م عند ايه؟ د. طيب إذا قياس زاوية أ د م هتساوي كم درجة؟ هتساوي 90، وده هنسميها رقم واحد. كده انا عرفت ان دي 90 زاوية قائمة. حلو خالص. فاصلة. فاصلة كده ناخد حتة كمان من المسألة. تمام. ناخد مثلا هاء منتصف دي، هستفاد منها. وبما ان هاء منتصف باء ج، هاء في المنتصف، يبقى اذا م هاء عمودي على باء ج. مع منتصف يبقى عمودي، طالما عمودي يبقى زاوية دي بكام برضه؟ 90. يبقى إذا قياس زاوية م هاء باء بتساوي كام درجة؟ 90 درجة، وده هسميها رقم 2. فاصلة كمان. فاصلة كمان. وبما أن قياس زاوية أ بتساوي 65 معطى
يعني المثال ده معطى في المسألة، يبقى دي رقم 3 معطى. تمام. يبقى دي كمان 56، آسف 56 يا جماعة مش 65. نركز شوية اهو 56، ودي معطى يعني حاجة موجودة في المسألة. طيب أنا عاوز أجمع كل الخطوات دي. هقول هو بما أن من واحد، من واحد واتنين وتلاتة، وبما أن مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة هتساوي 360 درجة. بما أن مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة 360 درجة، إذن أهو كده، إذن قياس زاوية د الميم هاء، د الميم هاء هتساوي كام بقى؟ 360 ناقص، ونفتح قوس 90 زائد 90 زائد 56. وهتيجي بالآلة الحاسبة وتحسب، هتكتب على الآلة كده 360 ناقص ونفتح قوس وتعالى جمع بقى 90 زائد 90 زائد 56، نقفل القوس، يساوي، تطلع معاك 124 اهوت 124، وده المطلوب إثباته. وصلنا بعد كده للفكرة الخامسة معانا، بتقول في الشكل المقابل ألف باء قطر في الدائرة ميم، يعني ده مركز الدائرة، وألف باء تقاطع ج د في نقطة هاء بره، والزاوية دي اسمها زاوية التقاطع، وقياس زاوية ألف هاء ج، ألف هاء ج بتساوي 30، وقياس القوس ألف ج 80. أوجد قياس القوس ج د. خد بالك خدعة في السؤال. أولا المسألة دي على تمرين مشهور 2 مش 1، وتعالى نشوف هنحل ازاي. أول حاجة في تمرين مشهور، الزاوية دي بتساوي قياس القوس الأكبر ناقص قياس القوس الأصغر. طب فين القوس الأكبر؟ القوس الأكبر اللي هو ألف ج ده، ركز معايا، ده القوس الأكبر، والقوس الأصغر اللي هو إيه؟ باء د ده، والزاوية ديت اسمها زاوية التقاطع. طيب فالزاوية ديت هتساوي إيه؟ هنقول هنا البرهان أهو، كل حاجة هنحلها بالخطوات بالبرهان في الهندسة. بما أن قياس زاوية ها بتساوي نص، قياس القوس الأكبر اسمه ألف ج ناقص قياس القوس الأصغر د الباء، وبين أقواس كده تقول تمرين مشهور. ده تمرين ايه؟ مشهور. إذن يبقى عندك بقى دي بكام؟ ب30 هتساوي نص القوس الأكبر 80 ناقص قياس القوس د الباء. احنا عاوزين نطلع د الباء ده، هتضرب هنا، بص بقى معايا كده، هتضرب الاتنين في 30 عشان ده تبع التمرين المشهور. 2 في 30 بكام؟ 60، هتساوي 80 ناقص قياس القوس د الباء. انت هتجيب ده هنا وتجيب مكانه 60، يبقى اذا قياس، خد بالك الحتة اللي الناس اتلخبط فيها، هتجيب ده هنا وتجيب مكانه 60، يبقى اذا قياس القوس د الباء هيساوي 80 ناقص 60، يطلع كام؟ يطلع 20 درجة. يبقى القوس ده اهو ب20. طيب انت دلوقتي هنقول بما ان ألف باء قطرا في الدائرة، ألف باء قطر في الايه؟ ألف باء ده قطر في الدائرة. تمام. يبقى إذا قياس القوس ألف باء هيساوي 180 درجة، يعني ده كده كله كده 180. فين يا مستر؟ وضحولي عشان أنا مش شايفه. هقول لك أنا قياس القوس ده كده كله كده لحد هنا 180 ده، واللي تحت برضه 180، لأن القطر بيقسم الدايرة إلى نصفين، 180 و180. طيب يبقى إذا قياس القوس اللي فاضل بقى ده ب80 وده ب20، فاضل لك الحتة دي بس اللي هو اسمه بقى إيه؟ ج د. يبقى قياس القوس ج د هيساوي، تعال احسب معايا بقى، هنقول 180 ناقص 80 زائد 20، 80 و20 كام؟ 180 ناقص 100 يفضل كام؟ 80. يبقى القوس ده اهو قياسه كام درجة؟ 80 درجة.
وصلنا يا جماعة لرقم 6 اللي بتقول لي هنا في الشكل المقابل ألف باء وألف جيم وتران في الدائرة ميم ودال منتصف ألف باء. ركز، دي هتستفاد منها دلوقتي. وهاء منتصف ألف جيم برضه هتستفاد منها. وقياس زاوية جيم ألف باء 65. أدي 3 نقاط استفاد منهم. أوجد قياس زاوية دال ميم هاء. دال ميم هاء اللي هي دي بالبرهان طبعا، عاوزين دي كل حاجة بالبرهان. فهنيجي البرهان بتاعنا وناخد كل حاجة في المسألة هنا كده نستخدمها. فهنبدأ من أول هنا. هنقول بما أن دال منتصف، واحدة واحدة كده، ألف باء. يعني ايه دال منتصف؟ يبقى إذا ميم دال عمودي على ألف باء. أهو عمودي. عمودي يعني بيعمل زاوية كام؟ زاوية 90. يبقى إذا قياس زاوية ميم دال ألف هتساوي 90 درجة، وده هنسميها رقم 1. فاصلة، وهنخش في حاجة تانية. وبما أن هاء، احنا بناخد من المسألة اهي. بص طريقة ان انا باخد من المسألة. بما ان هاء منتصف ألف جي. ألف جي تمام. إذا ميم هاء عمودي على ألف جي. حلو خالص. يبقى ده عمود على كده. يبقى الزاوية دي بكام برضه؟ الزاوية دي ب90. يبقى إذا قياس زاوية ميم هاء ألف هتساوي 90، وده أنا هسميها رقم 2. فاصلة، هناخد دي فاصل. وبما أن قياس زاوية جيم ألف باء بتساوي 65، ونكتب جنبها هنا معطى. معطى يعني الحاجة دي موجودة في المسألة. طيب كده أنا بقى هسميها رقم 3. قسمت أنا المسألة ل3 أجزاء، فهقول هنا من 1 و2 و3. وبما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل الرباعي يساوي 360 درجة. تمام. إذن إيه؟ هقول هو إذن قياس زاوية دال ميم هاء. دال ميم هاء بيساوي 360 ناقص، ونجمع دول كده، 90 زائد 90 زائد 60. 90 و90 168. يبقى الزاوية دي هتطلع 120 بالبرهان. معاك آلة حاسبة اتأكد، هتطلع معاك 120 درجة. في نهاية الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتابعنا. هتلاقي موجود على القناة هنا مجموعة مراجعات هتفيدك جدا ان شاء الله، سواء جبر او هندسة. فعشان كده اضغط لايك لأي فيديو تسمعه عشان نقترح لك فيديوهات تانية مفيدة ليك. كل ما بتراجع وكل ما هتلاقي فيديوهات مقترحة لنا جميلة جدا هتفيدك ان شاء الله بأمر الله. وموجود كمان امتحانات متوقعة اللي بتنزل في المحافظات السابقة بنحلها مع بعض دلوقتي خلال الايام ديت. فحاول تستفاد من الافكار اللي فيها هتفيدك ان شاء الله. اشوفكم على خير فيديو جديد.